السلام عليكم خاوتي، معكم أنور، وفي مقطع اليوم راح نلعب بالتشكيلة اللي جبت بها توب 60 على العالم. طبعا هذه هي التشكيلة جبت بها 1900 نقطة على البث المباشر بالتيك توك. فقبل ما نروح المباريات مسوي اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس، تحطوا لايك وخليونا مع المقطع. اوكي، دخلنا ضد هذا اللاعب. طبعا هذا صديقي لي جزائري، فجي جود لاك قصدي. اوكي، ما اعرف ليه ما قاعد ينزل شيء. خلي نقول له ريج هنايا. اوكي، خلينا نقول له جود لاك جود لاك. تقريبا هوك سايكل. ها، نرجع له بالدارك برنس. الهوك سايكل كاونتر علينا، لانه ما عندنا شيء للماسكي. كمان كانون المبنى تبعه اللي هو كانون 3 اكسفير بيشتت كل شيء. وكمان عندي تشكيلتي برنس وميني بيكا، او اثنيناتهم يقدر يسحبهم بالهياكل ايس سبيريت ايس جولم. فهي بالجيم 90% ليه. المهم راح نحاولوا يعني احنا نعمل اللي علينا. راح نلعبوا له اسهم هنايا اضافه الى الزاب. قاعد اصرف البطاقات بسرعه، احاول يعني لعل وعسى اجيب كوليكتر، مع انه مستحيل تسبق الهوك سايكل في السايكل، ولكن يعني احنا نحاولوا. اوكي، راح العب له ريج على الهياكل بريدكشن. حتى لو ما ضبطت عادي، انا قاعد اسيكل الكوليكتر. اوكي ضبطت، بس راح يصدها اكيد بالايس جولم او الايس سبيريت. راح يلعب ايس جولم الان. راح العب له كوليكتر ثانيه، راح يلعب عليها فايربول وكانه ما استفدنا شيء، لانه الفرصه الوحيده اني يرمي كوليكتر وما يرمي عليها فايربول. تمام. اوكي، اتوقع نسيكلو سبيلات احسن من اني يهجم. يلا نسيكلو بس سبيلات. خلينا نقول اسهم هنايا. وين راح تلعب انت الماسك؟ اذا لعب ماسك يروح جاينت عكس جهته على طول. اوكي، راح العب له دارك برنس هنايا، وراح العب له كمان زاب وبسرعه ريش. اوكي والله ضرب. طبعا كل البطاقات اللي رميتها فقط عشان هذه الكوليكتر راح تنزل الان. راح يلعب ايس جولم وكوليكتر. هو فاير بول قصدي. اوكي. والله تاور ينزل 2000 وانا ما هجمت ولا هجمه. اوكي، يلا نجرب نهجمه الان. اوكي، هذا انا دفاعي. ما تويتش هجومي. زاب هنا وكوليكتر. يا اخي ما يريد يصرف الفايربول، ما يريد. اذا بيظل يرميها على الكوليكتر فمستحيل اني يقدر ابني هجمه. معلش، انا ارجع دارك برنس منه. ريش زيد زاب هنايا. كوليكتر. معلش. هذه هي فرصتي، اما الان والا فلا. حيلعب فايربول. اصبر، معقولة مجهوداتي الجبارة راح تثمر أخيرا؟ لا تثمر ولا لم تثمر ولا شيء. اوه، شوف الميني بيكا. الله ياخذك يا الماسكي، بس الله ياخذك يا الماسكي. كل هذا التعب. يا رب بس ما اخسر الجيم. والله اني تعبت كثير لحتى بنيت هذه الهجمات. يا رب تعدي على خير هذا الجيم يا رب بس. اوكي، هذا هنايا. اوكي، بسم الله بسم الله بسم الله. اوكي، ما جبتش منه. ميني بيكا بسرعة. ريج هنايا مش حيوصل الهوج. هيا. جي جي، ايزي وين. اوكي، دخلنا ضد هذا اللي خلينا نبدا له بالزاب منه.
اوكي وهي وش تلعب؟ اي 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 سبلاش يارد. الشيء الوحيد اللي مكرهني في هذا الطور الجديد هو البيبي دراجون والايس ويزرد تورنيدو، منتشرين في كثير 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 من التشكيلات. هذا اتوقع انه بالون فريز، ما عندي شيء جوي للبالون وما عندي شيء جوي للتنين. اتوقع انه جولم كلون او لافا كلون. يب في واحد من الاثنين. وات؟ انا ما اعرف وش يلعب، اتوقع انه جولم ولكن صرف البرق. اصبر والله انك صارف كثير كثير، صارف كثير كثير ولسه ما جبت البيبي دراجون في السايكل. اعطيني التور. هات التور، صدقني راح تجيب التور. هاي هات التور. بس كيف راح اصد المرتدة؟ اوكي اعطيني التور والمرتدة بشوف لها حل. يعني خلي يلعبوا له ريجن على الاقل، ندمجوا شوي الميجا مان والتنين. مو مخلي ولا واحد من الباتس عايش، بيضرب ضربة واحدة يشيل كل الباتس. اوكي دارك برنس هنايا. لازم اسوي، صدقوني لازم اسوي. طبعا ممكن كمان يكون رويال جاينت ولكن اتوقع انه جولم يعني. ما اتوقع رويال جاينت. طبعا الان هو عنده مليون اكسير واحنا. شوف انا اشوف فرصتي الوحيدة هي جاينت ميني بيكا جسر اذا لعب نايت ويتش ورا الجول. يب ودع الملاعب. المفروض ودع الملاعب. هارد كاونتر علي يا صديقي، ولكن ان شاء الله اني لعبتها بذكاء. هيا زاب هنا. ايزي ايزي. اوكي دخلنا ضد هذا اللاعب. خلينا نبدأ له بالزاب منه، شوف وش يلعب. اوكي فاير سبيريت تقريبا هذه اول مره اواجهه. ممكن يكون بامبو لانه ما في دريل. ما اعرف اذا تعرفوها ولا، بس هي بامبو يعني الكوليكتر مع الاكسبو. خلينا نلعبوا له كوليكتر هنايا. اوكي روكيت. ممكن تكون لا كنسل بس اقول لكم تشكيله الفا كيو بس هذيك دريل. ما اعرف صراحه وش ممكن يكون مع ايس سبيريت وروكيت. بس اهم شيء انه نحاول نجيبوا له كوليكتر قبل ما يجيبوا روكيت. فراح ارمي سبيلاتي. اوكي لوج بيت. ممكن مع الايس جولم وميني بيكا. ما اعرف اذا تذكروها ولا يب والله اني تذكرتها. تمام هذه التشكيله مفروض انه الجيم ليه ببساطه لانه عنده ايس جولم يسحب بطاقاته، فوقتها يدافع بالميني بيكا براحته على الجاينت. اوكي راح نهدى شوي. راح اروح له كوليكتر، حيرمي عليها روكيت شي اكيد ما استفدنا شيء. طبعا استفاد واحد اكسير انا، لكن لحتى افوز هذا الجيم لازمني الاقي ثغره بحيث اني انزل كوليكتر وما يرمي عليه روكت. اذا كل مره يرمي روكت ما راح نقدر نوصل لتورو. خلينا نرجع له بالنايت ويتش من ورا. طبعا اخر بطاقه غالبا ميني بيكا عشان تكونوا في الصوره. هيك انا اخاف من هذه التشكيله. بيسحب لك البرنس الدارك برنس والميني بيكا، وبعديك يعطيك ميني بيكا على الجاينت تاعك وانت ودع. غلط. العب ريج هنا. نايس. اوكي ما نفرحوش كثير لانه الجيم صعب. ما نفرحوش كثير. خلينا هاديين. ما راح افرح صراحه. اوكي نايس دمج وكل شيء بس ما راح افرح. ما اثق فيه هذا الجيم. اقول له يسلمنا. نلعب له كوليكتر. حيروح هوج ميني بيكا والله ايش. هي بهوج ميني بيكا راح العب له زاب. بيرفكت. اخي لعبوا له اسهم. ممكن اقضي الجيم كله دفاع، وممكن دقيقة ليش ليه ما سيكل سبيلات؟ وصح انه راح تاخذ كثير وقت بس عادي. اخي لعبوا له كوليكتر هنا. جهزوا له هذا الميني بي. تعال انت هنا. لا تفكر انك العب زار. ضربة واحدة شيله. تفهم؟ اوكي راح ارجع بماي تويتش. العب له واحدة اسهم هنا، واحدة ميني بيكا هنا. لهيك قلت لكم انه الجيم صعب. تخيلوا معي هذيك الغلطة وما زال يعني هو في الجيم. هو حرفيا ما زال في الجيم. ضربة بس من الجاينت عشان الزاب. الله حتى ضربة ما اخذناها. شفتوا كيف مستحيل توصل على تورو. الحمد لله انه يعني افضلية الدمج هذاك اللي اخذناه في البداية. اوكي راح اروح له بالجاينت هنايا. راح اروح له بالريج هنا.
نايس أخذنا ضربة. ويلي ويلي، اصبروا اصبروا أشم رائحة إنه فيها. يلا سايكل سبيلات. ايش هنا؟ نبيك بريدكشن على الهوج. ايزي وين. اوكي دخلنا ضد هذا اللاعب. خلينا نبدأ له بالزاب منه نشوف وش يلعب. هيا هيا نزل شيء. اوكي اتوقع انه بيكا. البيكا صراحة جيم صعب. فرصتي انه يهجم هو بالبيكا ونرجع مرتدة، لاني اذا انا اللي بهجم حيعطينا على طول مرتدة ويدمرنا. المهم راح العب له ميني بيكا جسر. لو نزل بيكا بدعم ريج ودمجه شوي، واذا ما نزل ف يعني احسن واحسن. اوكي شيل الالكترو. دارك برانس على التاور بالداش. اوكي صرفنا زاب عادي. طبعا غالبا ما تنلعب بالبويزن، ولكن ممكن مثلا واحد عنده عقلية المواسم السابقة يلعبها بالفايربول. المهم راح ننزل الكوليكتور ونشوف وش عنده سبيل. صراحة انا افضل اني اواجه ارشر. هي اصلا هي شوفوا المثالية انك تلعب ثريمانيون صراحة بدل الارشر، لانه اصلا القديمة يعني الاصلية بالماجيك ارشر، ومش الاصلية، هي لما ظهرت اول مرة اصلا ظهرت بالثريمانيون، ولكن التعديلات خلتها بالماجيك ارشر. هذا ما اعرف ليه بيلعب ارشر يعني. صراحة ارشر ما تنفع. المهم بما اني صرفت الدارك برنس فمش هعرف ادعم هجمتي لانه عنده بيكا، ولكن راح اظن انه النايت ويتش زايد الميني بيكا مع الريج ممكن انهم يعملوا شغل ضد البيكا الا اذا نزل مدقة جسر. اوكي يلعب بويزن شيله. راح العب زاب عشان يشيله. نايس. لو اني ما لعب الزاب ما كان صار هيك بيرفكت زاب. راح يطير يطير. صح انه ماخذ كثير دمج من هذه الجهة، ولكن معايا كوليكتر وصرف بويزن ففيني العب له كوليكتر اخرى الان، وبدافع على الجوست بالدارك برنس. راح العبه من هذا الجهة لانه صار في الزاب وصار في الكوليكتر. ما تدري يعني لو مثلا نزلته من هذه الجهة واخذ مني التور فبكون في فرطة وقتها. طبعا انا ماني ببرج الدوقة، فحتى لو نزلت الدارك برنس بسرعة كانت راح يشبك، فاحسن مكان اني انزله لتحت. اوكي راح ادعم ميني بيك على الجسر عشان ما اصرفوا شيء. راح العب ريج كمان هنا. بيرفكت. اوكي ممتاز ممتاز ممتاز. راح العب له ماي تويتش وراح اسحب البيكا بالجاينت. ما اعرف اذا الحين ينسحب ولا، بس نزلته مبكرا عشان ما اريد اليف كثير كثير. نايس ينسحب. راح العب له اسهم هنا. اوكي اتوقع انه الدارك برنس يكفي لحاله. اوكي راح ادعم منه. هو جاب من بيكا على فكره، ولكن ما اظن انه راح يصمد. خلينا نلعب له ريج هنا. زاب هنا بسرعه. لو اني منزله على الباند تحسن ولا اوكي كذا كذا شالها البيكا. يجي ايزي وين. والى نصل نهايه المقطع. ان شاء الله انكم استمتعتوا، ومع السلامه.